السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جايلكم النهاردة بفيديو جديد وتوفير جديد، وهنعمل مع بعض أحلى صابون بلدي. بصي هتدعيلي عليه بجد، هتدعيلي عليه. أنا يا بنات بصوا، أنا بقالي 16 سنة متجوزة. من يوم ما اتجوزت وانا الحمد لله اول ما عرفت الطريقه بقيت اعملها على طول. بصراحه الطريقه انا كنت متعلمها من اليوتيوب، بس والله ما فاكره من مين يعني من سنين. ودايما بعمله اساسا بطرق مختلفه، يعني أنا عرفت الاساس وبعمله بطرق مختلفه، بنضيف حاجه بنشيل حاجه، فاهمني؟ بس انا بعمله على طول ومعتمداه من فترة، فبيوفر معايا جدا، واللي بنعمله في البيت احلى كتير قوي 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 قوي، بيدي نتيجة احلى بكتير من اللي بتشتريه من بره. فالنهاردة هنعمله بطريقة بسيطة جدا وغير مكلفة، وهيعمل معاكي كمية كبيرة وهتدعي عليها ان شاء الله. بس قبل ما نبدأ الفيديو زي ما متعودين، لو لسه اول مرة بتشوفي قناتي، انا اختك رانيا ودي قناتي، يا ريت تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات اللي انا بنزلها اول باول. ولو عجبك الفيديو حطي لي لايك حلو منك، وقولي لي في التعليقات بتتابعيني من انهي بلد، وخدي كمان لفه في القناه كده، ان شاء الله هتعجبك جدا. ويلا نبدا نقول بسم الله توكلنا على الله. اول حاجه كده، ده لتر او اكتر من لتر شويه زيت. اللتر بياخد يا بنات، اللتر الزيت بياخد 150 جرام من البوتاص. تمام. البوتاص ده بنجيبه منين؟ من الراجل اللي بيبيع خامات الصابون. بتلاقيه كده عنده صابون منظفات، يعني حاجات السايبة، صابون سايب، مسحوق سايب، الخامات بقى اللي بيتصنع منها الصابون والحاجات دي. تمام. بس بتكوني جايباه من حد موثوق، لان في مغشوش، وهقول لكم دلوقتي تجربتي معاه. تمام. هنقول بس حطينا ايه الاول. انا حطيت البوتاص الاول ومعاه كوبايه ميه، قلبته كويس قوي لحد ما داب. طبعا اول ما بيدوب بيسخن جدا، بتسيبيه لحد ما يبرد تماما. يعني انا سبته لحد ما هدى خالص وبقى بارد، ضفت عليه الزيت اللي انا مصفياه. وعايزه اقول لكم ان الزيت ده كان فيه زيت سمك، عشان كده كان غامق، وانا بستعمله دايما، ولا بيدي ريحه زفاره، ولا بيبان في الاستعمال ولا اي حاجه. وكمان ما تفكريش ان عشان هو زيت غامق الصابون هيطلع معاكي غامق، لا والله. هتشوفي دلوقتي بنفسك في اخر الفيديو الصابون اللي احنا عملناه ابيض وزي القشطه بس هو كل ما بينشف يا بنات كل ما بيبيض، يعني كل ما ينشف كل ما بيبيض. تمام. حطيت الزيت وقلبت كويس قوي، وبعدين حطيت شويه من صابون المواعين التقيل. الصابون ده يا بنات كان تقيل جدا جدا، انا جايباه من واحد بصراحه بيجي لنا كل اسبوع بالعربيه هنا، معاه الخفيف ومعاه التقيل، بس ده تقيل جدا. فعشان كده هتشوفوا دلوقتي الصابون تقيل معايا. وكمان حطيت ده بصراحة اول مرة استعملها، اللي انا احط عليه مسحوق غسيل. شفت الفيديو ده على اليوتيوب وقلت اجربه، هو جميل جدا واداله نتيجة حلوة. بس في حاجة يا بنات، الصابون كان تقيل، والصابون السائل كان تقيل، والمسحوق كمان كان عليه خلطات. يعني انا كنت عامله خلطه مسحوق كده وحطيت كميه كبيره، فتقل معايا الصابون. هقول لكم دلوقتي الغلطه اللي انتوا ما تقعوش فيها ان انتوا تخلوا الصابون لما تيجي تعملوه يكون سايل شويه، سايل يعني مفكوك شويه. هو بتاعي تقيل ليه؟ يعني حطيت عليه صابون سايل تقيل، وحطيت عليه كميه كبيره من مسحوق الغسيل، فانتوا قللوا الكميات دي شويه. حطيت كمان ليمونه عصرتها، حطيت معلقه صغيره من الملح بتاع الاكل عادي جدا. بس عايزين تحطوا معطر حطوا، مش عايزين براحتكم خالص. انا ساعات بحطه بس ساعات لا. تمام. لان بصراحه لما الصابون بينشف بحس ان مفيش ماليش ريحه يعني بحس ان المعطر خلاص ريحته طارت، ما اعرفش ليه، فانا ما حطيتش. المهم بقى، اهم حاجه في الصابون ده التقليب، بياخد تقليب كويس قوي قوي. فانت هتعملي ايه؟ هتقلبي شوية وتريحي شوية، تقلبي شوية وتريحي شوية، لانه بياخد وقت كبير علشان يفتح معاكي ويتقل ويدي نتيجة كويسة. تمام. هو بتاعي تقيل زيادة عن اللزوم بصراحة يا بنات، عشان الحاجة اللي انا قلت لكم على ده، الصابون كان تقيل وحطيت كمية كبيرة من المسحوق. ده اول مرة تجربتي مع المسحوق، هي كويسة، بس ان شاء الله لو هجربها تاني يعني لو هحطه في صابون المرة الجاية هقلل الكمية شوية. تمام.
ليه؟ هو فرقت بس في ان الصابون تقل، ففي التشكيل شكله ما كانش متساوي، تمام. لكن هو جودته حلوة قوي، بالعكس اداله يعني ايه، خلى نظافته اكتر. انا بستخدمه في ايه بقى يا بنات؟ بستخدمه طبعا في المواعين، عندي ألمونيوم، عندي ستانلس بيخليها فله، الألمونيوم فله والستانلس فله، والاحواض بقى فله يا بنات، سواء حوض الوش سواء حوض المواعين. البوتاجاز بيخليه بربرق كده والله العظيم. البوتاجاز بالذات بحب اعمله بالصابون ده قوي، كانه جديد. معلنا من العيون بقى عشان العيون عندي باظه وعايزه اتغير اساسا. لا، الستانلس نفسه بتاع البوتاجاز بتلاقيه بيلمع كده وكأن البوتاجاز جديد. بحب قوي اعمله بالصابون ده. كمان يا بنات، طبعا كلنا عندنا اطفال وبيبقعوا هدومهم حتى لو مش بينزلوا الشارع. إيه، بيشيل البقع بطريقه حلوه قوي، لا بتحتاجوا كلور ولا بتحتاجوا كلور الوان، لانه بيشيل من الابيض والالوان، وما يعني مش بيبوظ الالوان ولا اي حاجه. ولو بقع يعني متمكنه قوي او بقعه كبيره وانت متاكده انها ممكن ما تطلعش في الغسيل، بتجيبي البقعة تبليها وتمشي الصابونة كده عليها وتخليها كده ترغي عليها وتسيبها ربع ساعة. بعد كده تدعكيها على ايدك وتحطيها في الغسالة. وما شاء الله يا بنات والله العظيم على نظافة الغسيل بقى، تخلي لك الابيض بينور كده على الحبل، وتخلي لك الالوان ايه، بتزهزه، جميلة ما شاء الله. بصوا انتوا ممكن تحطوه في علبة بلاستيك طويلة، ممكن تحطوه في صينية مستطيلة تفرشوها طبعا بلاستيك، ممكن تعملوه في درج خشب. انا كان عندي المطبخ الخشب بتاعي كنت بشيل الدرج افرشه مشمع او كيس كبير واحط فيه الصابون، كان بيطلع متساوي وحلو جدا. لكن انا حطيت في العلب دي النهارده، قلت سريعه وفي نفس الوقت انا ما يهمنيش الشكل، لان انا كده كده بحب ابشره، احطه على المسحوق وبستخدمه بقى في المطبخ، فانا ما يهمنيش الشكل. لكن انتوا لو يهمكوا الشكل ممكن تحطوه في حاجه متساويه، يعني مسويه كده كبيره، سواء درج او صينيه. وممكن كمان تحطوا لو عندكم قوالب سيليكون بتاع الصابون ممكن تحطها فيها. تمام كده، اتكلمنا في كل النقط. الوش مش متساوي، هقول لكم دلوقتي. انا حطيته في العلب ده وهحطه في البلكونه. انا دلوقتي عاملاه قبل المغرب يا بنات بحوالي ساعه، تمام. حطيته في البلكونه عندي في الهوا، حته طبعا ما يكونش فيها شمس، تمام. دلوقتي بقى احنا بالليل حوالي الساعه 12 قبل ما انام، او 12 او بعد 12 بشويه، تمام. الحق ان انا اقطعه قبل ما ينشف خالص، لان هو تقيل وبينشف بسرعه، تمام. لكن انت لو انت عاملاه خفيف شويه هتسيبيه لتاني يوم الصبح. يعني لو عاملاه بالليل هتسيبيه لتاني يوم الصبح، عاملاه الصبح هتسيبيه ايه لبالليل، على ما يشد نفسه شويه وتعرفي ان انت تخرجيه من القالب او من الحاجه اللي انت حطاه فيها. وبعد كده تعرفي ايه، تقطعيه بالسكين. لازم يكون ماسك نفسه، وفي نفس الوقت يكون طري شويه، زي ما يكون بتقطعي زبده كده، او يعني ايه، اخشن من الزبده شويه او انشف من الزبده شويه. ليه؟ لانك لو سبتيه نشف قوي هتيجي تقطعيه هيتكسر معاك ومش هيطلع مساوي، ومش هيطلع مربعات كده ولا قطع كده متساويه، هيتفرفت معاك. فلازم بنقطعه هو طري شويه، بحيث ان انت السكينه تمشي في كده بالراحه، وتعملي بقى الشكل اللي انت عايزاه. عايزه تعمليه بقى مستطيل، عايزه تعمله مربع، زي ما انت عايزه. انا زي ما قلت لكم كده ما يهمنيش الشكل، فانا عملته تقطيعه كده صغيره مستطيله وفي مربع. والحتة الخشنة اللي كانت على الوش دي يا بنات انا بشيلها بالسكينة، طبعا برضو هسيبها تنشف خالص. بعد كده هنعمها خالص واحطها على المسحوق. انا كده كده ببشر الصابونة واحطها على المسحوق، فالفرافيت دي او الحتت اللي انا بشيلها دي هتنفعني جدا في كده. هدق عليها كده او احطها في الكبة تنعم خالص، وبقلبها على مسحوق الغسيل يا بنات. حلوة قوي 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 في الهدوم يا بنات، والله مش بستخدم كلور. وانا بستخدم بقى الصابون ده بحطه على المسحوق. كمان الشرابات اكتر حاجة بتعذبني في الغسيل، الشرابات الفاتحة سواء بقى بيج سواء ابيض، بتعذبني جدا بالذات الابيض. وما ينفعش الشراب يبقى مصفر شوية ولاده ما يرضوش يلبسوه، لازم يبقى ابيض كده وناصع وحلو. فبعمل ايه بقى؟ بجيب الشراب كده ببله وبمسكه بالصابون ارغي عليه خالص واسيبه كده شويه، وبعد كده ادعكه واشيل واشطفه، اشطفه يعني،
بعد كده احط عليه صابون جديد تاني واسيبه بقى شويه، وبعد كده تحطيه في الغساله، او لو عايزه تعمليه على ايدك. بيخلي الشوربات حلوه قوي يا بنات، نظيفه نظيفه جدا جدا يعني. اكتر حاجه بتريحني في موضوع الغسيل الشرابات الصابون ده. انا كنت بشتريه لما يكون مش عندي، بشتري القطعه ب10 جنيه، صغيرة جدا يا بنات، يعني ايه السمك بتاعها مش تخين كده، يعني انا عاملة السمك عندي تخين ما شاء الله، لا هي السمك بتاعها صغير كده، والصابونة تحسيها مزيتة، يعني اللي بتشرى بتجيلك ناشفة، اول ما تحطها في الماء تحس انها بدأت تبقى مزيتة. فاهمني؟ ما بعرفش اغسل بقى المواعين، ولما ببشرها واحطها في الغسالة بحس ان المية بتاع الغسالة لا مش مفيش رغوة. صح هو بيطفي الرغوة، بس لا مش يعني ايه، مش النتيجة المرضية لزي دي. بضطر ان انا اغسل الغسيل تاني بمسحوق لوحده عشان يبقى حلو، وكمان عشان ما يعملش ريحه. لكن اللي احنا بنعمله في البيت ده ما شاء الله والله البقى عظيم يا بنات، فعلا فعلا حاجه البيت انضف واوفر كتير. فجربوه. ده بقى بعدها باسبوع ما شاء الله شايفين البياض، لونه فتح جدا وبقى ناشف وحلو. طبعا هو كده ما يستعملش، يعني انا ما ينفعش استعمله وهو كده بقى له اسبوع، لازم نستنى عليه يا بنات من شهر ل40 يوم عشان يدخل في مرحلة التصبن ويبقى آمن. لازم يبقى آمن عشان ما ينفعش نغسل بيه قبل الشهر او ال40 يوم، علشان يبقى آمن على المواعين، يعني على صحتنا لما نغسل بالمواعين، ويبقى آمن كمان على ايدينا عشان ما يجراش لايديكي حاجة. تمام. بس انا هجرب واحده معاكم عشان طبعا انزل الفيديو، وهسيب الباقي ده مش هستخدمه خالص. وكمان اللي انا هجربها معاكم دلوقتي هحطها تنشف معاهم بعد كده، ومش هستخدمه خالص غير بعد شهر او 40 يوم. تمام يا بنات. بصوا انا جبت صينيه من بتاع الفرن عندي كده، طبعا انتوا شايفين الزرق اللي فيها، انا دي مش والله العظيم مش عارفاها. مش عارفه انا كنت الاول بمسك الالمونيا دي اخليها زي ما اكون لسه جايه من المحل، بس انا ايدي فعلا فعلا انا ما بقيتش اقدر ان انا اضغط بايدي على اي حاجه، يعني الدعك على الايد ده كمان لما اكون بغسل شربات ولا اي حاجه بعمل على الخفيف قوي، لاني لما بضغط جامد على ايدي بايدي على حاجه مش بقدر، لا مش بقدر اتحمل، ايدي بتوجعني جدا. فمعرفش ده من ايه، نقص كالسيوم بقى ولا ايه. آه المهم ما علينا. فانا بدعك دلوقتي على خفيف، شايفين بقى الرغوه اللي طلعت من الصينيه زرقاء، يعني الرغوه نفسها بقت زرقاء، فكل ده زرق طالع من الصينيه. فبجد بجد هتخليلك المواعين فله، المواعين بتاعتك فله. حوض الوش ده، حوض المواعين ده كمان، حوض المطبخ ده بيخليه حلو قوي قوي. حوض الوش برضو بيخليه نظيف قوي كده، وبيزاق من النظافه والحنفيات. زي ما قلت لكم البوتاجاز، وبغسل بكل حاجه والله العظيم لغايه الرخام بحس ان هو بيخلي الرخام بيلمع وحلو قوي. تمام. فهو بصراحه استخداماته كتير قوي حلوه. طبعا بقى لو واحده صحتها حلوه ربنا يديكم الصحه يا بنات، يا رب يفرحكم ويبارك فيكم. واحده صحتها حلوه وضغطت جامد هتخلي الصينيه دي بتتكلم، لكن انا الحمد لله على كده ايدي وجعتني مش قادره ان انا اضغط عليها، فالحمد لله. عايزه اوريكم بس ان انا غسلت على الخفيف وما شاء الله الزرق نزل وبقت حلوه قوي. تمام. طبعا في الاستانلس برضو بتخلي الاستانلس فله فله والله العظيم فله. فجربوا يا بنات، وطبعا توفير انتوا لو حسبتوها كده. انا عملوا معايا شوفوا كام قطعه، ما عدتش 1 2 3 4 5 6 17، واللي على الحوض 18. والفرافيت يا بنات اللي معايا دي تجيلها انا بعد ما خلصت تجيلها حوالي 4 صابونات، يعني حوالي 22 قطعة لو عملتيها. ولو عملتها ارق من كده هيديكي قطع كتير، يعني ما شاء الله ممكن يعملك 25 قطعة. انا متعودة دايما ان اللتر الزيت بيعمل لي اكتر من 20 قطعة. تمام. فبسم الله ما شاء الله كمية حلوة، توفير، نظافة، وكل حاجة. واتمنى يكون الفيديو عجبكم، ويلا بقى حط لايك وقولي لي بتتابعيني منين، وقولي لي في الكومنتات الفكرة عجبتك ولا لا، وهتجربيها ولا لا. بحبكم جدا في الله يا بنات. السلام عليكم ورحمة الله.